السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. في حاجات في بيوتنا كلنا، او في حاجات معينة يعني في بيوتنا كلنا بنرميها في الزبالة، فبدل ما نرميها في الزبالة نقدر نعمل لها اعادة تدوير وتكون نافعة جدا، سواء طبعا للبيت او للمطبخ. زي بقى فيديو النهاردة اللي هنعمل فيه الصابون الصلب من حاجة كلنا بنرميها في الزبالة. طبعا كل اللي هنتكلفه يعني كل اللي هنتكلفه من بره هي 10 جنيه، وهتعملي 12 قطعة من الصابون الصلب، نافعة جدا للبيت. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا طبعا. أول حاجة بقى معايا كده كوبايتين من المية الدافية، يعني تبقى مية دافية تستحملها ايدي. معايا كمان حطيت عليها كمان كوباية من البوتاص، وده بقى كل ده بقى البوتاص ده بقى اللي انا جبته من بره، وده تكلفته 10 جنيه. طبعا مقطع بس وانا بحط البوتاص ده اتحذف مني، ف للاسف يعني اتحذف. طب بعد بقى ما قلبت طبعا الميه الدافيه مع البوتاص، هحط بقى لتر من الزيت المستعمل. يعني بدل بقى ما نرمي كده الزيت المستعمل، لا نقدر ان احنا نستغله في او نعمل بيه الصابون الصلب. طب اللتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن 4 كوبايات بمج الشاي العادي، او بنفس المج اللي انت عايرتي بيه الميه. طبعا اصفي الزيت كويس جدا، احط بعد كده معلقه صغيره من الملح، وكمان عصير ليمونتين. ده طبعا عشان طبعا يساعد طبعا على النظافة. بالنسبة بس لما تيجي تعملي الصابون، يعني يستحسن تلبسي مثلا جوانتي في ايدك، او لو مفيش جوانتي مش مشكلة، ممكن تستخدمي اكياس بلاستيك. وكمان لو حابة مثلا تستخدمي مثلا كمامة يبقى احسن. طيب كل اللي هعمله ان انا هقلب طبعا مش لازم طبعا، يعني لو عايزه تقلبي بمعلقه خشب او بمضرب سلك عادي، يعني هتقلبي شويه وتريحي شويه، هتلاقي الصابون تقل معاكي. تمام. بعد ما ضربته كويس جدا كده اهو، تحسوا عامل زي الكريمه كده. طب هجيب بقى صاج عندي، وكمان هحط عليه ورقه زبده. طب يستحسن بس اني تستخدمي يا صاج قديم. لو هتعملي كده بقى زي يبقى صاج قديم انتي مثلا مش بتستخدميه مثلا في الاكل، او ما بتستخدميهوش يعني، او تستخدمي مثلا لو صينيه مربعه عندك. ولو طبعا استخدمتي صاج جديد، يستحسن تحطي عليها شنطه بلاستيك او شنطتين فوق بلاستيك فوق بعض. لان صراحه لما استخدمت ورق الزبده دي وجيت بعد كده بعد ما الصابون ما نشف الصاج ازرق معايا صراحه. طب بعد بقى ما حطيت كده الصابون، هبدأ بقى اخبطه كده، هبدأ بقى اخبط الصاج كده خبطتين، عشان السطح او لما اجي اقطع الصابون كله يبقى حجم واحد. طب قعد بقى قد ايه؟ يعني عملته 6 كده المغرب، تاني يوم بقى بالشكل ده معي. قمت بقى كده اقلبه بالشكل ده. زي ما قلت لكم، الاحسن استخدموا شنطه بلاستيك احسن، عشان ورقه الزبده صراحه مش عمليه أوي. طب هبدأ بقى اقطع بقى الصابون عندي بالشكل ده، يعني هقطعه لقطع متساويه. دي بقى الزيادات عندي كده هبدأ طبعا اشيلها، وطبعا كده كده مش هتترمي، يعني برضو ايه هتستخدم يعني. طبعا زي ما قلت لكم ممكن طبعا تستخدموا الصابون، طبعا بنستخدمه طبعا للمواعين، بنستخدمه طبعا تقدري طبعا تغسلي بيه الشرابات، تقدري تغسلي بيه كمان الهدوم، بس مش في الغسالة الاوتوماتيك. يعني ممكن تغسلي على ايديكي، يعني لو حاجة سريعة يعني تغسليها على ايديكي. لو مثلا في ياقة مثلا قميص ابيض عندك مثلا متوسخة قوي، او فيها يعني متوسخة قوي، تقدري يعني ان انت تغسليها بالصابون ده. دي بقى قطع الصابون اهي. طبعا تقدري طبعا تبيعي الصابونة الواحدة طبعا في حدود 7 جنيه، وتضربي بقى 7 في عدد الصابون اللي عندك، وتحسبي المكسب بتاعك لو هتعملي طبعا مشروع من البيت.
زي ما انتوا بقى شايفين اهو الصابون بقى القمر. طبعا الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.